60% من الأمهات ما يعرفوش إن في أعراض ممكن تكون علامة على مرض مناعي عند الأطفال، لأن الأعراض في البداية بتكون شبه حاجات بنشوفها في كل يوم: سخونية، تعب، آلام في الرجلين أو طفح جلدي. ده بيخلي كتير من الحالات تتأخر في التشخيص، رغم إن الاكتشاف المبكر بيفرق جدا في العلاج وحماية الطفل من المضاعفات. فخلونا الأول نفهم يعني إيه مرض مناعي. جهاز المناعة الطبيعي وظيفته يحمي الجسم من أي ميكروب أو فيروس يدخل الجسم، لكن في بعض الحالات بيحصل خلل، جهاز المناعة يبدأ يهاجم أعضاء الجسم نفسه، وده ممكن يأثر على المفاصل، الجلد، العضلات، الدم، الكلى أو حتى العين. طب إيه هي العلامات اللي ممكن تظهر على الطفل؟ أول علامة شائعة هي السخونية المتكررة. لو الطفل حرارته بتعلى بشكل متكرر بدون سبب واضح أو ترجع تاني بعد العلاج، أو آلام المفاصل أو التورم، خصوصا لو الطفل بيشتكي أول ما يصحى من النوم، أو تلاحظي إنه مش قادر يتحرك بسهولة أو بيعرج أثناء المشي. وممكن يكون إرهاق وخمول عند طفل كان طبيعي ونشيط، فجأة يبقى بينام كتير أو مش قادر يلعب ويتحرك زي الأول. ده غير الطفح الجلدي. في بعض الأمراض المناعية بتظهر على شكل طفح جلدي متكرر، أو حساسية قوية من الشمس، تقرحات في الفم، تساقط في الشعر، ودي أعراض ناس كتير ما تتوقعش يكون ليها علاقة بالمناعة. التهابات متكررة زي التهاب اللوز والصدر بشكل متكرر وغير معتاد، وده أحيانا بيكون علامة إن الجهاز المناعة نفسه فيه مشكلة. المشكلة إن الأعراض دي ساعات بتظهر بالتدريج، فالأهل يفتكروا إن في حاجة بسيطة هتروح لوحدها، لكن اللي لازم نركز عليه هو: هل الأعراض دي متكررة؟ هل مستمرة لفترة طويلة؟ هل مأثرة على نشاط الطفل أو نموه؟ هنا لازم الطفل يتقيم بشكل صحيح. وجود عرض واحد مش معناه بالضرورة إن الطفل عنده مرض مناعي، لكن تجاهل الأعراض لفترة طويلة ممكن يأخر التشخيص. التشخيص المبكر بيساعد جدا في السيطرة على المرض وتقليل أي مضاعفات ممكن تحصل مستقبلا. لو لاحظتي على طفلك أعراض متكررة وغير طبيعية، ما تستهونيش بيها، واحفظي الفيديو ده وابعتيه لأي أم ممكن تكون محتاجة تعرف المعلومات دي.